ايوا الحبايب يا الحبابات، شهيتوا الكيكه وما قدرتوش تاكلوها. اجيو مع ذوق حسنه غادي تحضر معكم الكيكه اللي بلا سكر ومشفشه وخفيفه خفيفه. نتوما هي شارحه راسها براسها. الكيكه بلا سكر وبلا فران، غير في الكوكوت دغيا كتوجد وخفيفه تبارك الله ما شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وقبل ما نبدا الفيديو الحبايب ما تنساوش بالبارطاج والدعم، وشكرا لكم على التعاليق. نشكركم من طنجة للقويرة، وكنشكر الناس الجالية وخوتنا الجزائريين كنشكر كل شيء ربوع العالم ان شاء الله. كنشكركم كاملين، شكرا لكم بزاف. المهم بقاو مع المقادير، راه غادي تعجبكم هاد الكيكه هادي. غير بقاو معنا، ما تحتاجوا لا سكر لا فران. يلا هاجيو مع ذوق حسنه. شوف البنات المتتبعين ديالي، اللي بغى الحلوه هكا يسيب الحلوه، ها هي واحد الحلوه ديال طوب ديال بريستيج. ها نتوما هذه راه مالحه، هي شي حاجه اللي هي نقيه وهذا. وها الكعبه عاوتاني داك الشيء ديال تحمرت الوجه. ها راه بنت لوستي كتصوب هادشي. اللي بغات هاد الحلوه هادي بغات تصوب شي حاجه غتحطها لي في التعليق، ولا تصيفط ليا في الخاص، ولا تحط في الجروب ديالنا. وشكرا لكم. المهم الحبايب ديالنا، غادي نبداو الكيكه ديالنا اللي قلت لكم في الاول الفيديو، الكيكه بلا سكر. غادي نبدا المقادير ان شاء الله ونفتح لكم الطريقه. بسم الله. 4 البيضات. راني درت هنا شويه واحد القبيصه ديال الملحه، تعزيز الذوق الفاني، واحد الحامضه نحط لها نشر لها القشور ديالها. دابا الوقت ديال الحامض. تجي الكيكه، هاد الوصفات كلهم ديال الحامض كيجيو زوينين ولدات. الحامضه ديالي راني حطيت لها غير ديك القشور الفوقاني. اللي عندها الطراب طرب بهذا، اللي عندها الطراب اليدوي تخدم غير بهذا. اللي عندها ديال اليد هكا ديال الكهرباء ديال الضوء تخدم به. غادي نخدم البيض حتى يطلع شويه يتغير اللون ديالو، وغادي بسم الله على بركه الله. الخليط راني خدمته حتى تغير اللون ديالو. غادي نضيف المكون الاخر. عندي الكاس ديال الزيت المائده ما عامرش، هذا راه كيهز بحال كاس العنبه، ونبقى نخويه على دفعات. تبعوا، ما غاديش نقطع الفيديو دابا. بسم الله. صافي الخليط ديالي راه مخدوم. هو الخليط كيفاش جا، خدمو غير بالطراب اليدوي. عندي هنا الدقيق ديال الرطب، النوعيه المزيانه ديال الحلويات. غادي نستعمل منهم 5 المعالق او 4، المهم على حسب الخليط ديالنا. وبقاو معنا. وعندي الكاكاو الحلو ديال القادسه. هاد الكيكه يا البنات كتجي رائعه بزاف بزاف. الكيكه ديال الكوكوت راني سبقت سيبتها معكم وصدقات رائعه. وهذه عاوتاني الطوب ديال هذه. وعندي 2 خمارات ديال 8 غرام اللي هي 16 غرام. سمحوا لي ما صورتش، ما رانيش كنصور معكم. غادي ندير المعلقه الاولى، هاد الثانيه، هاد الثالثه، وغادي نخلط. المهم الخليط كيبقى على حسب النوعيه ديال الطحين. الا كان البيض كبير راه كيهزو حتى 5 المعالق حتى 5.5 هكا. الا كان البيض شويه متوسط 4 المعالق هكا. غنزيد المعلقه الرابعه. انا ما غاديش نقطع الحبايب الفيديو باش تفهموا. هذه راه صالحه للطلبه اللي راهم ما عندهمش الفران وداك الشيء، يديروا غير في هذا. ديروا غير على الفورنو ولا على بوطه صغيره هكا، واخا غير في الكاميله ولا في شي مقله هكا تكون
ثقيله. غنزيد واحد نصيص الحبايب، نص معلقه اللي هي 4 المعالق ونص دابا اللي خلات ليا هنايا. صافي غادي نستعمل البانسو ديالي. بسم الله. هانتوما باش يبان لكم القوام كيفاش جا هكا. الخليط ديالي ها هو فاش خدمته مزيان، هو القوام راه كيجي رائع. دابا غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل العادي اللي عندكم ولا ماء الزهر هكا، معلقه هكا كبيره، وغادي نخلط. هذا الخل راه كيغير اللون ديال حتى اللون ديال الخليط كيتغير. ها هو الحبايب. الكوكوط ديالي ها هي، الكوكوط اي كوكوط عندكم. هاد الكوكوط هي المرافقه ديالي في الكوزينه، راه عندها سنين. راني دهنتها بالزبده ورشيتها بالطحين، طحين الابيض. وغادي نشد دابا الخليط ديالي، غادي نهز هكا هذا ونخوي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو الحبايب، بارطاجيوه. شكرا بزاف على الدعم وعلى كل شيء. وكنشكر الجاليه خوتنا الجزائريين كلشي كيحطوا لي التعليق. الله يعزكم اخوتي ويحفظكم. والله الا غير الوقت وصافي ما كنحط شيء معكم. غادي نحلف هاد الطاسه كلها، ما نخلي فيها حتى حاجه ما تبقى تضيع مع ذوق حسنه. راه الحاجه بسيطه كتقول هذه ما عليهاش، ولكن راه هي اللي كتنفعنا. الكيكه ديالي ها هي. غادي هذا الا بحال طرات لكم شي حاجه هكا على الجنب غادي تحيدوها. صافي راني حيدت داك الزائد اللي عندي، حيت هو غير كطلع الكيكه غتوصل ديك الخليط غادي تهبط. ها هي الكيكه ديالي. المهم وغادي نجيب الكوكوط غادي نسد عليها، نسد وما نديرش الصفاره هكا. عطيو هذيك 45 دقيقه فين تعرفوها بلا طايبه. تبقى تخرج لكم شويه د الماء هكا من هنا، من هاد البلاصه الصفاره تبقى طير منها شويه د الماء، تعرفوها بلا طايبه. ومن بعد الكيكه غير كتكون طايبه كتعطي الريحه. المهم غادي نهبطها لتحت، مازال ما عندي مجهز هنايا في الفوق. غادي نهبطها لتحت وغير طيب غادي نرجع معكم ويلا معايا غادي نوري لكم القياس ديال العافيه اللي غنديرو. يلا بقاو معنا حتى الثاني ان شاء الله. الحبايب هذا هو القياس ديال البوطه، غير العوينات الصغار صافي. وغادي نحط دابا الكوكوط ديالي وغادي نعطي هذيك الساعه قل ربع وغادي نراقبها. المهم راني هبطتها لتحت وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. بقاو معنا. هي البوطه غير قليله، غير العوينات صغيوتيتين، وتبقاو تراقبوها وربما تنطفى وربما. المهم بقاو معنا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. الكيكه ديالنا البنات راه طايبه كما تعرفوها البنات. راه طايبه كتبقى تخرج الماء من هنا على هذا فين كديروا الصفاره كيبقى الماء يطير، وديك الساعه كتعرفوها بلا طايبه. هي كيفاش جات ما شاء الله يا البنات. زعما اش غادي نقول لكم، والله الا رائعه بزاف بزاف. وخدات ليا شي 45 دقيقه اللي خدات ليا دغيا كطيب باش نعرف عاود نجربها. درت فيها واحد الموس ولا شي هكا شي عمود ولا هذا، والا ما لصق فيها الطحين العجينه ما لصقتش في ديك الموس وهذا يعرفوها راه طايبه. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. غادي نحيدها نديرها في الصحن اللي غنقدموا فيها وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هي البنات حيدتها والله هي الحبايب شحال جات واعره. حيدتها على هذا الوجه ديال البلاطو ديالي تبارك الله ما شاء الله. والله ولو كان درتوها في الفران لا طلعت بحال هكا. والكوكوط هي كاع ما لصقات تبارك الله ما شاء الله، تخمرات بحال الا طايبه في الفران. غادي نديرها في هنا. هي كيفاش جات الكيكه ديالنا الحبايب، جات رائعه رائعه بزاف.
هي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تبارطاجيوه الحبايب. غادي نقرب لكم الكاميرا. غادي نزينها دابا بهاد الشكلاط الكراميل، غادي نزينها. ولا ديروا الكونفيتير اللي عندكم موجود في الدار، ديروا هاد الكيكه ياكلها اللي مريض في السكر اللي هذا. اذواق حسنه جابت لكم الكيكه بلا سكر اللي تبقاو تاكلوها. اللي ما كياكلوش السكر كنبقاو ياكلو، حنا كنشوفوا فيهم. ها حنا درنا الكيكه ديال الهاي. المهم غادي نقادها مزيان، وغادي ندير عليها الكوك، وديروا عليها نتوما اي حاجه عندكم، شنو ما عندكم، اللوز، الفيليل، الكاوكاو، كل واحد كيزين باش كيحب داكشي اللي كيبغي. حنا الحبايب راه هاد الكيكه واعره. كليتها عند واحد الجاره ديالي، واحد صاحبتي، واحد هذيك اختي، ما كنحسبهاش صاحبتي نهائيا، هذيك كنحسبها اختي. كليتها عندها وعطات لي المقادير، ايوا، وقلتها راه نشاركها مع المتتبعين ديالي العزاز الحبايب. هادشي اللي كاين الحبايب. دابا غادي نزينها بالكوك. راه رائعه يا البنات، وغير جربوها، اكيد غادي تعجبكم 100%، وتعجب الوليدات. حتى الدراري اليوم ما كياكلوش السكر. انا وليداتي الحمد لله كياكلوا داكشي اللي كناكل، ناقصين السكر 100%، ومازالين صغار، ماشي زعما شي دراري كبار، ولا مازالين صغار، ولاني ناقصين السكر. الحمايه للصحه ديالهم، نقصوا من السموم البيضاء. والمهم هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا. نتمنى تعجبكم. ها هي الحبايب واعره. المهم تهلاو ليا في راسكم. الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش البارطاج لهاد الكيكه الحبايب، راس صحيه 100% واقتصاديه. يلا الى اللقاء.